الكاتشب هتعمليه احلى من المحلات بكتير، هتلاقيه تحفة جدا. بس امشي ورا الخطوات اللي هعملها وهتعملي احلى كاتشب في الدنيا. تعالي في البداية كده نصلي على خير الانام حبيبي الرحمن ومسك الختام المصطفى عليه الصلاة والسلام، وحط اللايك بتاعك ويلا بينا نشوف المقادير وطريقة التحضير. شايفين يا جماعة الكاتشب عامل ازاي؟ تحفة جدا والله بجد تحفة. يلا بينا. في البداية كده انا معايا حوالي 3 كيلو من الطماطم في الخلاط كده، ابتدي حطيهم. تمام. هاتيها بعد طبعا ما غسلناها وهندمناها وقطعناها في الخلاط ضربناها. تمام. وبعدين كده هتصفيها. عايزه اقول لك ان انا صفيتها مرتين مش مره واحده بصراحه. تمام. في المره الاولى صفيتها كده بمصفى تكون ضيقه قوي زي ما انت شايفه كده. تمام. جبت اضيق حاجه عندي وصفيتها فيها. والمره الثانيه جبت مصفى كبيره اللي هي الخرام بتاعتها واسعه وصفيت فيها بحيث ان هي اتاكد ان مفيش اي تفل نهائي. تمام كده زي ما انت شايفه كده. ابتدي كويس جدا صفيها. يلا كده على البوتاجاز حطيها. تمام. وتغلي كده كام غلوه لحد ما تتقل معاكي. تمام زي ما انت شايفه كده. ابتدي كده استني خالص لما تتقل، وطبعا توطي عليها النار وتسيبيها براحتها خالص. بتاخد معاكي من 30 ل 40 بالظبط 40 دقيقه. تمام. لحد ما تطلع بالقوام اللي انت عايزاه. يلا بينا نحط بقى باقي المقادير ونشوف حطينا ايه. حطينا كده نص كوبايه من السكر، انزلي بيها معلقه كبيره من الثوم البودر حطيها، وكمان نص كوبايه من الخل برضو هتحطيها. تمام. هاتي كده نص كوبايه ميه كمان، حطي فيهم معلقتين صغيرين من النشا وابتدي دوبيهم كويس جدا كده. دوبيهم باش تتاكدي مفيش اي كلاكيع فيهم خالص. تمام. وعلى الحله نزليهم بالراحه كده كده. نزليهم كده بالراحه ودوبيهم كويس جدا، واستني بقى عليها لحد ما تدوب خالص، لحد ما تتقل خالص. تمام. هدي بقى النار هنا خالص. تمام. مش شمعة، اعلى من الشمعة شوية، يعني اعلى من الهادي شوية. مش عايزاكي لا هي وسط ولا هي عالية، اعلى من الهادي شوية. تمام. هتاخد معاكي حوالي 40 دقيقة بالظبط. تعالي بقى نعمل الاختبار ده عشان تعرفي ازاي استوت او ازاي بقت كويسة خلاص جاهزة. زي ما انت شايفة كده، اول مرة حطيت كده زي ما انتوا شايفين الطماطم ساحت كده في الطبق، يعني نزلت بسرعة. تمام. ومعاملة الخط كان قريبين من بعض شوية. تاني مرة شايفين الخط هنا واسع. تمام. وما نزلتش بسرعة، كانت تقيلة جدا. وفي البرطمانات كده عبيها زي ما انت شايفة كده. انا كمان عملت برطمان تاني كمان اللي شفتوه في اول الفيديو جنبه الباقي منه. وبجد هتعملي احلى كاتشب في الدنيا، بجد تحفة جدا جدا. لايك وشير بقى اوعي تنسيه. مع السلامة.